فاكر نفسك بتعرف تقيم الناس او ان ذوقك في اللبس او في الاكل او في الشغل ده نابع من شخصيتك؟ للاسف اغلب قراراتك بتتاثر بالحاجه اللي قبلها مش بالحاجه نفسها، وده تاثير اسمه تاثير التباين. لو واحد جاب 10 من 10 واللي بعده جايب 8 من 10، فهتقول على اللي جايب 8 من 10 إن هو شخص مستواه على قده. ولكن لو اللي قبل اللي جايب 8 ده كان واحد جايب 2 من 10، فهتقول على اللي جايب 8 ده شخص عبقري، وأكيد إن الامتحان ده كان صعب جدا. ببساطة دماغنا لما بتيجي تحكم على حاجة مش بتحكم عليها لوحدها، لا بتحكم عليها وعلى الحاجات اللي شافتها قبلها. فلو انت شفت حاجة فخمة جدا بعدين شفت حاجة عادية، فالحاجة العادية هتبان لك أسوأ مما هي عليه، والعكس صحيح. والكلام ده ممكن يحصل في العلاقات، في الفلوس، أو حتى يحصل في الأكل. روبرت شالديني بيحكي لنا قصة اتنين اخوات هما سيد وهاري. كانوا شغالين مع بعض في مجال الملابس في أمريكا في الثلاثينات. سيد كان مسؤول عن المبيعات، وأخوه هاري هو اللي كان صنايعي أو شغال في ورشة الحياكة. كل ما سيد دخل عليه زبون وكان عاجبه البدلة كان بيعمل نفسه سمعه تقيل. فلما كان الزبون يسأل عن سعر البدلة كان سيد ينادي على أخوه هاري من ورشة الحياكة ويقول له هو البدلة دي بكام؟ فأخوه يرد عليه بصوت عالي ويقول له ب 42 دولار. وده طبعا كان سعر غالي جدا وقتها. فسيد كان يتصنع ضعف السمع ويقول له بتقول بكام؟ البدلة الفخمة اللي عندك جدا دي ب 42 دولار. يقوم سيد يتدور ناحية العميل ويقول له ب 22 دولار. وبرضه 22 دولار ما كانش سعر قليل وقتها، ولكن الزبون على طول يحط له 22 دولار على الطاولة وياخد بعضه ويمشي. رغم ان سعر 22 دولار مش سعر رخيص، ولكن هو حرفيا نص السعر اللي اخوه قاله. فتأثير التباين أثر على قرار العميل في انه يشتري، لان السعر اللي قاله سيد هيبقى قليل لو قارناه مع السعر اللي قاله اخوه. خلينا نتكلم عن بعض الأمثلة اللي ممكن تقابلك في حياتك وتقع في تأثير الكونتراست. في العلاقات، لو انت كنت خارج من علاقة توكسيك وكلها مشاكل، لو قابلت حد لطيف شوية هتحس ان هو ملاك، رغم انه عادي جدا، ولكن عشان المقارنة اللي عقلك بيعملها فانت اتخدعت فيه هو كمان. علشان كده بقول لك ما تعرفش حد جديد لو انت لسه خارج من علاقة، لان اي حد هيظهر لك بعض الاهتمام اللي انت ما كنتش لاقيه في العلاقة اللي فاتت، فهتحس ان هو بيحبك. في الشغل، لو انت مديرك القديم كان بيزعق 24 ساعة ورحت الشغل جديد لقيت المدير بس مجرد ان هو بيعلي صوته شويه، فهتحس ان هو ملاك الرحمه. في تجربه مشهوره اتعملت في علم النفس، جابوا مجموعه من الطلاب وطلبوا منهم يوصفوا درجه حراره الميه اللي حاطين فيها ايديهم. المجموعه الاولى حطوا ايديهم الاول في ميه سخنه جدا، وبداوا بعد كده يحطوا ايديهم في ميه عاديه، فوصفوا الميه العاديه على انها كانت ميه ساقعه. والمجموعه التانيه بداوا معاهم بانهم يحطوا ايديهم في ميه ساقعه، بعدين حطوا ايديهم في الميه العاديه، فوصفوا الميه العاديه على انها كانت سخنه. ولو انت حابب تجرب ممكن تجرب عادي. اللي بيحصل بالظبط ان تقييمنا للحاجه بيتغير حسب السياق اللي جت فيه. المسوقين بيلعبوا عليك لعبه نفسيه، يبدا يعرض لك الحاجه بسعر غالي فتبدا تفاصل معاه وتوصلها لسعر هو بجد اغلى من سعر السلعه الطبيعي، ولكن انت بتقع دايما في تاثير التباين. ممكن تقبل بحب نص كم لمجرد ان اللي قبله كان حب مأساوي. ممكن تسيب مجال معين علشان شفت حد ناجح فيه جدا فتبدا تقارن نفسك بيه وتلاقي ان انت بعيد جدا، فتبدا تسيب المجال رغم انك كنت ماشي كويس. الدماغ شاطره جدا في المقارنات، بس مش دايما المقارنات بتبقى في صالحنا. فخد بالك من تأثير التباين عشان ما تصدمش حاجة أو ما تصدمش نفسك. خليك عارف إن كل حاجة تستاهل تتقيم لوحدها. وبس كده. سلام عليكم.